اهلا وسهلا. طبعا الزحمه فظيعه، وحضرتك طبعا البنزين والطوابير والكلام ده كله اكيد عطلك على شويه، مش كده؟ طيب نورتنا وشرفتنا. ما زال معنا في الاستوديو الدكتور مستشار ايمن فؤاد، الرئيس بمحكمه الاستئناف وعضو لجنه الدفاع عن قضاة مصر. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا استاذ المستشار. والبرلماني السابق عضو جبهه الانقاذ وعضو حزب الدستور ونائب رئيس البرلمان الافريقي الاستاذ مصطفى الجندي. اهلا بيك مره ثانيه. خليني اروح للأستاذ خالد يوسف. اعتصام المثقفين هو جزء من المنظومة المعارضة لهذا الحكم بشكل عام. طبعا وزير الثقافة هو رمز من رموز هذا النظام. ايه اللي حصل في اعتصام وزارة الثقافة، وكمان كعضو في جبهة الإنقاذ ايه اللي شايفه النهاردة في المظاهرات؟ التحرير ما شاء الله بيتملي يعني. والله انا يعني كنت في قبل الفاصل قعدت فسمعت مصطفى وهو بيقول محدش عارف ايه اللي هيحصل يوم الاحد، وانا حابب ازايد عليه مره بقى كده، يعني اقول له لا، الشعب المصري عارف هيعمل ايه يوم الاحد، وهيحصل زلزال لم يسبق له مثيل، لا في 25 يناير ولا في 28 يناير ولا حتى في احتفالات الشعب المصري برحيل مبارك. انا عندي يقين ان الشعب ده هيعبر عن ارادته كامله في رفضه لهذا النظام وضروره رحيله يوم 30 بشكل مش ما حصلش قبل كده، لن يتكرر مرة أخرى، لأن عمرنا ما هيجي لنا نظام أظلم ولا أفسد ولا أكثر استبدادا ولا أكثر ظلامية ولا أكثر فرقة للمصريين، وقسم المصريين بهذا الشكل وأهان كرامة مصر ودور مصر الإقليمي ودور، ومش قزم. احنا كنا بنقول على حسني مبارك قزم دور مصر، أنا بقول على الراجل ده إنه سحق دور مصر، بططها كده. يعني الراجل اللي عملت معاه ريم الحوار قال جمله بديعه. رئيس اوغندا اللي كان مع زميلتي ريم ماجد قال جمله بديعه، قال لها المساله فعلا لو احنا قعدنا هنخلص كل حاجه وعمرنا ما عايزين نضر مصر، وقال كلام لطيف جدا. بس في الاخر تقول له طب ايه المانع، طب ما تدعو انت الاجتماع وتشوف الموضوع ده. قال لها طب بس انا مش عارف مين رئيس مصر، لو يقولوا لي هو مين رئيس مصر انا والله هكلمه، انا هسال البروتوكول يمكن يعرف رئيس مصر. تخيلي رئيس اوغندا البلد اللي قد كده، مع احترامي الكامل لشعبها ونضالهم، يعني حجما ومساحه حجما وتاريخا واسهام حضاري وكده بالنسبه لمصر. يعني مفروض بتبص لنا طول الوقت، هذه البلاد بتبص لنا يعني بفخر انها بتبص لقائدتها الحقيقيه او التاريخيه اللي هي مصر. يقول على مصر انا مش عارف رئيسها مين. فأنا بقول إن لا، المصريين هيطلعوا بالملايين، والمحافظات النهارده طلعت بمئات الآلاف. يعني شوفوا المحافظات، أنا ملاحظ إن المحافظات مش منقولة أو مش محطوط عليها سبوت حقيقي. لو دخلتي على المحافظات وجمعتي المئات الآلاف اللي موجودين في المحافظات هيطلع محافظة زي الغربية المحلة قد اللي موجودين في رابعة العدوية. يعني وبصوا على، يعني أنا شايف الصور بتاعة الغربية والمحلة والمنصورة. البحيرة كمان من شوية كان في، شوفي كل المحافظات، محافظة واحدة زي المنصورة أو البحيرة أو الغربية أو كفر الشيخ هتلاقيها قد اللي موجودين في رابعة العدوية، اللي عمالين يتكلموا باسم الشعب المصري وهم كبيرهم كده 200,000 عايزين يحكموا ويستبدوا ويؤمموا المستقبل كله لصالح جماعة من المستبدين اللي بيختصروا مصلحة هذا الوطن في مصلحة جماعتهم. أنا عندي يقين بالنصر. أنا هقول لك كلمة عشان يعني ما أخدش وقت من الأساتذة. عندي يقين كامل أن الشعب المصري هيعبر في تجلية من أعظم تجلياته يوم الأحد عن سلميته. الناس اللي عمالة تراهن على العنف هيبقى من لو بدأ هيبقى من الإخوان المسلمين، لأن هم البادئين بالعنف طول عمرهم. وانا شايف واحد منهم متحدث امبارح كان طالع قدام عمرو حمزاوي بيصرخ على هذا الشاب الشهيد اللي كلنا يعني نحزن لاي دماء مصريه. الشاب الشهيد اللي هو عنده 20 سنه اللي بالاخوان، وعمال يصرخ في عمرو حمزاوي يقول له انتم من تتحملون دماء هذا الشاب. مش فاهم مين اللي يتحمل دماء، مين اللي اصلا، يعني كلنا رافضين للعنف. زكى هذه المسألة، زكى مسألة الدموية. مين اللي بدأ بالعنف أصلا؟ العنف أصلا في بعد الدكتور مرسي ما جه رئيسا، اللي بدأ العنف هم الإخوان المسلمين لما راحوا اعتدوا على المتظاهرين قدام الاتحادية
وعذبوهم وقعدوا على اسوار الاتحاديه. استاذ خالد ده قبل كده بشويه، التاريخ تاريخهم لهم من العنف. انا بتكلم حتى على يعني هذا الامر معدي. انا شايف يعني لو جاز معلش ان انا هقطعك في جزء صغير، اقول لك من تجربه قانونيه احنا علمونا كده في مدرسه قضائنا ونيابتنا وعملنا، ان قضايا العصبه دائما تكون على القضايا اكثر عنفا، فهم اعتادوا يتحركوا في مجاميع ومجاميع منظمه. دي احنا نقولها ببساطه شديده كده بتقوي القلب. فلذلك كمان زي ما سعادتك كده ترصدي، هتلاقي ان عندهم ظواهر معينه في كل مظاهراتهم. اختفاء للعنصر النسائي، هي مهمشه دائما، فما تبقاش موجوده. كمان هتبقى موجوده في فكره الغزوه، نادرا ما هتلاقي امراه، لان هم بيظهروا. واصلا اعترافهم بالمراه يعني هي للبيت محل دراسه في قصه ثانيه خالص. لا مش للبيت بس، كمان ويعترفوا بيها في الخطب بس، في كلمات وفي دعايات، لكن على الحقيقه والواقع يعني يساء استخدامها دائما. وكانت المراه قبل الثوره مع النظام السابق كانت مظلومه، ومع النظام الحالي صارت اكثر ظلما، مظلومه بكثير، تمر معاناه اكثر ظلما واكثر معاناه كثيره. السمات المميزه، وانا خليني ارصد كراجل بيحلل كقانوني كمواطن قبل ما اكون قاضي من هذا الشعب، ومن حق ان نستمتع بحياه كريمه طبعا ومعامله انسانيه، ان اقول لك ان الظواهر اللي ترصديها تملي في مظاهراتهم زي ما بقول كده، مساله حمل السلاح اصبحت ثقافه، بغض النظر ان السلاح حتى شكله ايه، يعني حتى فكره السلاح، الشوم والطبنجات والشكل التقليدي ان الناس رافعه السلاح في ايديها بشكل يخوف يعني. وفي تدريبات اللي هي الخطوه العسكريه والمارشات العسكريه اللي بالمناسبه خليني اقول لك ان هي مجرمه بالقانون، ولم يتحدث احد عنهم على الاشكال العسكريه. يا سيدي الفاضل، القانون، الراجل طلع قال انا بدي سوريا سلاح بقالي سنه، حد كلمه؟ قانون ايه بس؟ احنا بنتكلم على قانون في دوله، ده بيؤثر في نفسيتك يعني كرجل قانون. قانون في دوله ما فيهاش قانون. طيب مفيش دولة. خليني بس قبل ما اجي لحضرتك، انا معايا لسه الاتصال التليفوني دكتور حسام عيسى. دكتور حسام عيسى استاذ القانون العام بجامعه عين شمس، معايا؟ ايوه يا فندم. اهلا بيك يا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. تعليق باللي معاكي، اهلا بالفنان خالد يوسف ومصطفى الجندي الجميل وهذا القاضي العظيم اللي معاكي دكتور ايمن فؤاد. دول انبل ناس في مصر، هم دول. انت النبيل الاكبر يا سيدي الفاضل. لن نحتكر النبل لانفسنا حتى لا يحتكر الايمان اخرين لانفسهم. خليني اقول لك، نحن من هؤلاء الذين ينتصفون للعداله، قد لا نكون الافضل على الاطلاق وقد لا نكون الاسوأ، ولكن على الاقل احنا بشر يؤخذ منا ورد، لا نحتكر الصواب لانفسنا. مثل فصيل يعتقد ان الخطا ما يجيهوش ابدا والصح يتملي من عنده، وهو لا ينطق الا خطا طول الوقت. طيب دكتور حسام، النهارده محافظات مصر تنتفض، يعني يرفعون الكارت الاحمر، ارحال ميدان التحرير، 5 مسيرات جايه من انحاء مختلفه من الجمهوريه، مصطفى محمود، شبرا، السيده زينب، الازهر، يعني اكثر من مسيره. ماذا تقول؟ هناك ايضا مظاهره حاشده في رابعه العدويه. اقول ان ده امر طبيعي للغايه. طبيعي للغايه، لانه احنا نعلم منذ قام التمرد، منذ التوقيعات، ان الشعب المصري في مجمله الان نضال. هذه مجرد بروفا بلغه خالد يوسف لما سيتم يوم الاحد، ان مصر كلها ان شاء الله هتنزل عشان تعلن ردها لاشد الانظمه فاشيه وظلاميه، وانكار لوجود الوطن، بانكار لمفاهيم الوطن، انكار للقضاء، يعني فاشيه مطلقه. هل يعقل في التاريخ ان رئيس جمهوريه مصر يقف ليتهم قاضيا بالتزوير ويذكر اسمه لانه قدم فيه شكوى؟ هذه لم تحدث في التاريخ. طب ما ننزل اقدم شكاوى في كل مصر بقى واقول مصر كلها، يعني الاعداء اللي بكرههم واقول ويبقوا متهمين. هل معقول ده انت لما يكون بينك وبين واحد خصومه تتعفف ان تتهمه باي شيء لانك بينه وبينه خصومه مقدم فيه شكوى؟ فرئيس جمهوريه مصر يذكر قاضي من قضاة مصر بالاسم ويتهمه بانه مزور، هذا لم يحدث في تاريخ اي امه من الامم. نعم. فما بالك بمصر صاحبه التاريخ القانوني العظيم. نعم. مدرستها ورجالاتها وجامعاتها، هذا امر مفجع. نعم. طيب دكتور حسام، ايضا عن لان الحديث بتاعه هو دعوه الى النزول. نعم.
طيب دكتور حسام، ماذا أيضا عن الموقف نزول مدرعات الجيش وعناصر الجيش وأفراد الجيش، وطبعا تحليق الأباتشي في أكثر من مكان، وطبعا البيان اللي صدر من الفريق السيسي لطبعا الجيش ولاءه للشعب وما إلى ذلك؟ كيف تقرأ هذا كل هذه التحركات والبيان؟ يا سيدتي، أنا قلت مع حضرتك من يومين في حضرتك الجميلة، قلت هذا الكلام، قلت جيش مصر جزء من الحركة الوطنية، لازم نقرأ التاريخ. الجيش المصري مش جيش من جيوش أمريكا اللاتينية ومن جمهوريات الموز، ده جيش طول عمره في قلب الحركة الوطنية، من عرابي إلى حرب أكتوبر مرورا، وإلى 25 يناير وإقالة مراد، مرورا بجمال عبد الناصر العظيم وثورة يوليو. هذا جيش في قلب الحركة الوطنية. عندما يجد أن الشعب ضد الشرعية القانونية يسحق الشرعية القانونية. عرابي كان ضد الشرعية القانونية بتاعت الوالي اللي جاي بالشرعية كانت لاسطنبول، نعم. وللوالي في مصر. نعم. عرابي كان ضد الشرعية، فالجيش انتصر للشرعية الشعبية ضد الشرعية القانونية، وكذلك جمال عبد الناصر، وكذلك المشير طنطاوي 25 يناير. هذا هو دور الشعب. نعم. الشعب، الجيش المصري لا يمكن يمس الشعب المصري، وما يبقاش جيشنا، ما يبقاش جيشنا لو ما انتصرش بالشرعية الشعبية ضد القهر والظلم والإهانة. نعم. والإهانة لهذا الوطن. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا دكتور حسام عيسى، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس طبعا، والسياسي والمفكر البارز. هروح لسيادة المستشار أسأله، اجتماع كان في الكونغرس الأمريكي، كان في وفد من المصريين لمناقشة الأوضاع في مصر، وحضرتك كنت يعني على علم وما يحدث في هذا الاجتماع. ماذا خرج الأمريكان من هذا الاجتماع، خاصة من تصريحات السفيرة الأمريكية اللي الحقيقة بتستفز كل المصريين حاليا، من لقائها الخيرت الشاطر، لقائها الوزير الداخلية، لن نسمح بحكم الجيش مرة أخرى، يعني تصريحات في الحقيقة وكأنها تحكم استجدائها للبابا توادروس ومحاولة إرسالها أو محاولة إرسالها رسالة مكررة من يعني، وأنا لعلي أرصد في هذا أنه كان دائما يتحدثون عن أن الأقباط عندما يعانون معاناة قد يستقون بالخارج، ولكن أيوة. الآن يضغطون على الأقباط بتلك العصا الذين كانوا يتحدثون عن قبل عن طريق الخارج. هو السفيرة أن باترسون، بالمناسبة السفيرة كلمة السفير أحيانا بتنتهي براء وها وساعات بيه وهي، فمن السفيرة إلى السفيهة. هذا الأمر أنا على المشاهد أن يلاحظ هذا، هي دي ولا دي، أن تتحدث في كل ما لها به شأن أو غيره، وأن تتخطى وزير الخارجية التي هي تتبعه كيري ولا أوباما وإدارته أيا ما كان الأمر. أنا أعتقد المؤتمر الذي بالمناسبة أقامه مصريين. طيب بس خليني أعلق على المشهد وارجع لحضرتك. هذا علم كبير لمصر يجول ويتجول في ميدان التحرير، أجواء ثورة 25 يناير تعود إلى ميدان التحرير، الشباب كلهم حماس يرفعون علم واحد وراية واحدة فقط، لا يوجد راية لحزب ولا تيار ولا حركة ولا صورة لأي مرشح رئاسي أو رئيس حزب أو مرشح حالي أو أي شيء. كل اللي مرفوع أمام حضراتكم هو علم مصر فقط، وكل الناس موجودين تحت راية واحدة هي راية مصر. أجواء ثورة 25 يناير يعني تلف ميدان التحرير من جديد. سيادة المستشار، فخليني أقول لحضرتك أن المؤتمر الذي أقيم في داخل الكونغرس الأمريكي، إلا أن اللي أقاموا مصريين وليس الكونغرس الأمريكي، كان نعم. حضور قوي من الكونغرس الأمريكي، مجموعة من الكونغرسمن أو أعضاء البرلمان والسيناتورز، ومجموعة من الدبلوماسيين، والسفير الأسبق الأمريكي في مصر إدوارد وولكر، ومجموعة من البارونز واللوردات من مجلس اللوردات الإنجليزي. نعم. طبعا ده كله مؤازرة لجمهور من المصريين بكافة قطاعاتهم ومهنهم وأعمالهم. وكان الحديث وطبعا بحضور من الدكتور أسامة الغزالي حرب، وكان الأمر فيه نقلا لأبنائنا المصريين الموجودين في الخارج اللي بيتساءلوا ما هو الوضع والحالة السياسية والقانونية والاجتماعية لمواطنين مصر. وأنا أعتقد إن في وجودي كقاضي أتحدث عن أزمة القضاء، كارثة ما يتعرض لها القضاء، ولا سيدعيني حضرتك أنا تملي بقول عار علينا أن نقتنص وننتقص من أن نقتنص الحقوق للناس وينتقصوا هم حقوقنا. يعني فقد الشيء لا يعطيه. وأنا عندي قاعدة كنا حتى لسه في نقاشها في لجنة الدفاع عن قضاة مصر، مجموعة من القضاة الأفاضل اللي أعتقد كثيرين يعرفوا أسمائهم، مع الزميل محمد عبد الرازق، مستشار محمد عبد الرازق أحد القضاة المحترمين في هذه اللجنة، وكنا بنتكلم على بيت شعر بيقول: إذا أتتك مذمتي من ناقص
فهي شهادة لي بأني كامل. أحيانا خطأ بعض الناس فينا أو الغباء لبعض الخصوم يعتبر مكسب لينا، يعني ساعات مش مطلوب ان احنا الواحد يتكلم، فقط ادي فرصة للجاهل ان يتحدث فيعبر عن نفسه. الرسالة التي اوصلتموها الى الكونغرس الامريكي حول الشأن السياسي في مصر ومراكز القوة، لانه في الحقيقة امريكا مش شايفة قدامها غير ان الاخوان جماعة منظمة، وهو غير لا، هي مش امريكا اللي شايفة كده، اللي شايفة كده هي الإدارة الأمريكية. أنا عايز أقول لك أضرب لك مثل تستطيع أن ترصديه، أن المواطن الأمريكي هو الذي يصنع الإدارة الأمريكية، إلا أنه الإدارة الأمريكية من تاريخ صناعة المواطن ليها بتقوم بأي شيء تعمله بطريقة برجماتية أو نفعية متسلطة مباشرة. هم يرون، وأنا أرى في هذا يعني في تحليلي وفي تقديري لعل تقديري صائب، إن هم شايفين إن من الأسهل إن هم يعادوا التيار الليبرالي لأنه غير عنيف، التيار المدني لأنه غير مؤذي، وإن هم يهادنوا هؤلاء التيار الإسلامي السياسي والجماعات الجهادية حتى يضمنوا أنهم في صفهم. أنا أرى أن هم شافوا هذا في مستوى الإدارة الأمريكية، ثم روجوا فكرة للشعب الأمريكي أنها مساندتهم لهذه التيارات الدينية الظلامية، واللي كثير من بعض هذه التيارات تيارات إرهابية قولا واحدا ما فيهاش قولتين. يعني هل سيستمر الدعم الأمريكي لهؤلاء إلى ما لا ده اللي أنا نهاية، عايز ولا الشعب سيقف؟ مثل سريع، الدعم الأمريكي كان للنظام، ثم قضية ببساطة زي قضية باسم يوسف. أول ما حد زي جون ستيوارت خاطب، لم يخاطب السياسيين، لم يخاطب الإدارة الأمريكية، لأنها خاطب الشعب الأمريكي. وانس بمجرد ما الشعب الأمريكي عرف إن على المحك مسألة حقوق الإنسان، وإن في مواطن اسمه باسم يوسف كوميديان ما عملش حاجة، جرى له كذا كذا، نفاجأ لأنهم هم الذين صنعوا البرلمانيين والسيناتورز والكونجرسمن، وبناء عليه حصل ضغط شعبي مباشر، وبناء عليه تبرروا من خطيئتهم. وواضح ان باسم يوسف لم يستطع احد الاقتراب اليه من قبل، وانا اراهن لغايه دلوقتي ان محدش يقرب ناحيته، لان هناك ضغط شعبي، لان ما بين المواطن الامريكي والاداره الامريكيه فجوه. انا اراهن على ان الشعوب في مجملها لن ترضى للحال السياسي ولا الحال الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا حاله حقوق الانسان التي نمر بها، ولا سيما كقضاة. سعادتك سألتيني في البداية ان ايه اللي بيتعرضوا القضاة. انا هرجع لك تاني للقضاة، ولكن انا هروح لسيادة النائب مصطفى الجندي، وكنا بنتكلم عن ملف المية، وحضرتك خير من يتحدث في هذا الملف. واللي حصل من يوم ما تولى الرئيس مرسي في الحقيقة هو زيرو، يعني ما عملوش اي حاجة لا يعني عمل. تحل الأزمة. لا عملوا لا دول ورطونا، دول ضيعونا، يعني ضيعوا كل اللي حصل مع الدبلوماسية الشعبية، النتائجها اللي مصر كلها فرحت بيها، اللي هي تأجيل التصديق على اتفاقية عنتيبي لمدة 2 سنين كما قال رئيس جمهورية أوغندا في التسجيل الذي يعني ارسلها للشعب المصري. قال احنا استنينا 2 سنين، جيتوا بعد الثوره قلت لنا بلاش تصدقوا لغايه ما نكمل بلدنا ويبقى عندنا رئيس ودستور، وبعد كده هنيجي. وقفناها 2 سنين. اللجنه الثلاثيه اللي هي مصر شبطانه فيها النهارده وبتقول تقرير اللجنه الثلاثيه كانت مرفوضه من زناوي لمبارك اثناء مبارك، قال له لما تمضي على عنتيبي تبقى تشوف رسومات. اتعملت اللجنه الثلاثيه ناتج الدبلوماسيه الشعبيه اللي هي كانت المفروض بتطلع التقرير بتاعها، واثيوبيا تقول انا التقرير ده فيه ضرر في مصر بس انا هكمل. كان قلب عليها العالم كله. صحيح. لكن احنا عملنا ايه؟ ما استغناهوش. لا ده قلعن، ده احنا رحنا عاملين على الهوا قاعده وجبنا بقى الحبايب كلها والعالم اللي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، وابتدوا يخبطوا دوليا. ولما حصل ان حتى جهاز المخابرات حاول يتصل بالرئاسه يوميها يقول له اللي بتعملوه ده مصيبه على الامن القومي المصري، دي ميه مصر، يقولوا مش عارفين نوصل للرئيس. ليه؟ عشان كان يفتح جبهه خارجيه عشان يضرب الجبهة الداخلية. لكن اللي حصل ان الشعب المصري يا استاذ جيهان من آلاف السنين عارف ان شريانه وروحه في النيل النجاشي ابو هلال وصليب، النيل اللي حمى على ضفافه ستنا العذراء وابنها سيدنا عيسى، كما حمى النيل على ضفافه جنب النجاشي هجرتين من الإسلام. النيل اللي هم عايزين يقسموه لما حاولوا يقسموه في السودان بقت الجنوب دولة والشمال دولة، هم عايزين يقسموها ما تفرقش. والله يا استاذ جيهان ما يفرق وياهم انه يحكموا، ما يفرقش. دول ربع العدوية وتتعدد اللافتات وتتعدد الإشارات وتتعدد الألوان والهتافات، لكن احنا طبعا لما بنشوف المشهد على الجهة الأخرى في ميدان التحرير هنلاقي علم مصر فقط هو الموجود. ويعني ربما تجد بعض صور شهداء الثورة من يوم 25 يناير وحتى الآن. ده هو المقارنة. ويا ريت مخرجنا أشرف من فضلك لو تحط الصورتين جنب بعض على الشاشة
علشان المشاهد يعرف يعني ايه الفارق ما بين اللافتات المختلفة، كل حزب وكل شعار وكل ألوان متعددة، ألوان الطيف، وهناك علم مصر فقط في ميدان التحرير ينادي المصريين ليتحدوا معا في كلمة واحدة وهي مصر. تفضل يا أستاذ مصطفى. لأن بالنسبة لرابعة، مصر بالنسبة لهم مش وطن، مصر بالنسبة لهم سكن، عنوان، سكن في خلافة كبيرة بيحلموا فيها. وراخر هتلاقي أعلام ياما، لكن احنا بالنسبة لنا مصر دي وطن ملناش إلا هي، وملناش غير النيل، والنيل ده ملناش إلا هو. يقوم يعملوا كده يقلبوا علينا دول النيل كلها. أنا 15 يوم يا أستاذ جان أقسم بالله قاعد لوحدي في أوغندا، عملت ايه؟ ما راضيين يقابلونا. الراجل وانا داخل المطار انا حامل وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى من الدوله، يعني انا ليا مكانه هناك كحامل وسام. وانا داخل الراجل بتاع الجوازات اول حاجه قالها لي الساعه 4 الصبح: انتوا ليه عايزين تحاربونا؟ انتوا ليه عايزين تمنعوا عننا الكهرباء والتطور؟ انتوا ليه انانيين؟ قلت بسم الله ما شاء الله اصطبحنا. وصلت الفندق، معاملة الراجل على، مش بكلمك دولة بقى، معاملة الراجل اللي في الفندق وياكي اتغيرت. الريس خلاني 10 ايام قاعد منتظر الميعاد، منتظر ميعاد عشان التقي بيه. وكل التهديدات اللي حصلت الافارقة ناس على الفطرة، نعم، وناس محترمة، وناس مش بتوع كذب، وناس لما قالوا لنا سنتين ما حدش يعني عارفه تغيير مجرى النهر ده اللي شفناه دلوقتي ده كان المفروض يحصل واحنا في الثوره من سنتين. الناس التزمت ووقفت. لما انت تيجي بقى تقفي وتقولي له هطلع طيارات وهضربك وهعمل لك قلاقل داخليه وهعمل، الناس دي دخلت الغابه وعملت ثورات اكتر من مره. فالناس دي عندها مبادئ واسس. تمام. لما سمعوا الكلام ده قال لك اللي ما معهوش فلوس هتداين عشان اعمل سد نكايه فيكم. لكن في النهايه يعني في النهايه الحمد لله رب العالمين. انا يمكن ربنا فتح علينا لان بيحب البلد دي بكلمتين. تو ما دخلت عليه قلت له يعني احنا فعلا قلنا لك كمان سنتين، لكن انت راجل عملت ثوره في اوغندا وبعدين اتسرقت منك فعملت ثورة تانية ونجحت. احنا عملنا الثورة الاولى واتسرقت مننا واحنا بنعمل الثورة التانية النهاردة. انا جاي لك من عند قبر عبد الناصر برسالة. وفعلا قبل ما اروح عديت وقريت الفاتحة هناك وقلت ربنا يفتح علينا. ورحت قلت له برسالة عبد الناصر بيقول لك احنا في الستينات كانت حصتنا 55 مليار ونص وكنا 30 مليون. النهارده احنا 90 مليون وحصتنا 55 ونص وانتوا عايزين تنزلوها ل 40 ولا اقل كمان. قول لي نعمل ايه؟ الراجل راح بص كده، قلت له يعني رد جميل. ايوه ردوا ايه بقى؟ بص لي كده هو، قلت له انا مش جاي على ال 55 ونص مليار، انا عايز ميه زياده. مهر البلد دي ميتها. بص لي لا مرة تانية إيه؟ مهر البلد دي ميتها. الله عليك. مهر البلد دي ميتها. سيدنا يوسف كان في السجن في قضية مع قصر فرعون وقلبة فرعون. لما حل مشكلة المية طلع من السجن واتشرط لرئيس وزراء. عبد الناصر سيخلد دائما لان بسبب السد العالي والمياه اللي احنا حجزناها ملايين المصريين ما ماتوش زي الاثيوبيين وزي السودانيين وزي الاوغنديين. محمد علي لما فهم ان النيل يبتدي من اسكندريه ويحصل في جنجة وتانا روينا الارض يا بالحاج. ابوس ايديكم واقسم بالله العظيم ان ميتنا في خطر طول ما الناس دي في الحكم، لان الناس دول بيكفروهم، بالنسبه لهم المسيحي كافر وميتنا ويا كفار. حتى لما تكون ويا كفار. طب ما سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني كان ويا بير اليهودي وبير. يا جماعه ابوس ايديكم انزلوا. لو ارضك شربه ما تنزلش. لو محصولك 100 وبيعه وقبضت فلوس القمح اللي انت ورطتها ما تنزلش. لو ارضك بقى عطشانه انا ما بقولكش حاجه، اطلع بمكنه الميه والجرار على المحافظه واركن هناك. انت طبعا بتكلم الفلاحين واهلنا المحترمين كلهم في الدلتا. الفلاح اللي بياكلنا يا استاذه جواد. الفلاح هو كفيل هذه الامه. الفلاح لما يبقى مريض، الفلاح لما ارضه تعطش، الفلاح لما يشتل الرز مرتين في موسم واحد ويتخرب بيته وهو مش قابض ثمن القمح بتاعه. الفلاح انت تجوع. الفلاح ده سيدنا وتاج راسنا. الفلاح مظلوم في البلد دي. اطلعوا بالجرار ومكنه الميه في مساير لغايه مجالس المدينه والمحافظات بكل سلميه. وبقول لكم الجيش كاتب على الدبابه يافطه انه هيحميه، حمايه المواطنين، والشرطه هتحميه وما تخافش من حد.
والمصري ما بيخافش واحنا ما بنخافش. احنا خير الاجناد، وبعون الله وبعون الله وبعون الله مصر هتفضل حته واحده ومتوحده، وعسى ان تكرهوا شيئا. طيب خلينا القضاة اتوحدوا، الشرطه اتوحدت، الجيش اتوحد، الشعب هيتوحد، كلنا هنتوحد ضد جماعه دوليه ما نعرفش مين اللي بيحكمنا، تونسي ولا افغانستاني ولا باكستاني. ما تاخدوش باللي قدامكم يا شعب مصر، لان ده تنظيم دولي بيقعدوا ما تعرفش مين اللي بيحكمنا. الخير بتاعنا رايح فين؟ ما يهمهمش هذا البلد، ما يهمهمش هذا البلد وما يهمهمش وحدة هذا البلد. انزلوا، مصر محتاجة كفيل. انتوا يا مصريين انزلوا كفلوا بلدكم هتتنهب، والدم اللي انتوا خايفين عليه الناس دي لو اتمكنت، اهو بكر قالها لهم، لو الناس دي اتمكنت هتبقى وحش. ايران كانوا بيعلقوا الناس في الشوارع، ايران كانوا بيعلقوا الناس في الشارع وما تفرقش وياهم. ينفصل النوبة تغور في داهية، ينفصل الآباط ما هم كفرة، يحكموا حتة واحدة ما هي جزء من خلافة. مصر محتاجاكم. طيب أنا يعني طبعا مقدرة انفعال حضرتك كوطني مصري شريف، وهروح للأستاذ خالد يوسف. أنا مش عايز أتكلم بعد ما مصطفى اللي قاله مصطفى يغديني. عندك جزء تاني مهم جدا يغديني مصطفى، كل اللي قاله ده هو اللي أنا عايز أقوله. أنا هكلمك، أنا متنازل عن وقتي كله. لا إزاي بقى؟ عند حضرتك حركة تمرد والشباب تمرد اللي عملوا فكرة أصبحت قائد الآن، وأصبح القيادات قيادات جبهة الإنقاذ والمبدعين والمفكرين وكله أصبحوا في الصف الثاني ورا حركة تمرد. هل الشعب ده، هل الجيل ده في خوف عليه يا أستاذ خالد؟ لا خالص. يعني أنا قلت من زمان إن الجيل اللي تفتحت آفاقه على أشياء ما كانتش ميسرة لجيلنا ولا الأجيال اللي قبلنا. الناس الشباب دول لفحتهم كل رياح العالم عبر نوافذ عديدة من خلال ثورة الاتصالات، جعلتهم أكثر نضجا من كل أجيالنا السابقة. والنضج خلاهم على حسب مقولة غاندي اما قال انني مستعد ان افتح نوافذي لاستقبال كل رياح العالم شرط ان لا تقتلعني من جذوري. الشباب ده كان ما تعرفيش منين، يمكن العقل الجمعي، يمكن الجينات العبقرية المصرية خلتهم برغم ان هم بيطلعوا على ثقافات عديدة من خلال الانترنت ومن خلال ثورة الاتصالات منتمين اكتر من اجيال كتيرة جدا. لا ازايد ان الجيل ده يعني انبل ولا اعظم ولا اكثر وطنية، ولكن ظروفهم الموضوعية خلتهم أكثر انتماء لهذا الوطن وأكثر تشبثا بترابه وبثوابته الوطنية، وفي ذات الوقت مطلعين مش مخهم مقفول. فهذا الجيل لا يهزم ولا يقهر ولا يمكن لأي قوة في العالم، ولا البنتاجون ولا الاسطول السادس اللي موجود في البحر المتوسط. كل دول أنا قلت كلماتهم اللي هم قالوهم لدعم هذا النظام ستسحق تحت أحذية هؤلاء الشباب في يوم 30. كل تصريحات السفيرة الأمريكية ديت الشباب دول هيحطوهم تحت رجليهم في يوم 30. الشعب المصري ده شعب له تجليات عبر 7000 سنة بتدهش العالم وسيدهش العالم. وأنا بقول لمصطفى ما تناشدش الشعب أكثر وعيا مننا كلنا ومن النخبة والفلاحين اللي بتتكلم عنهم انت عارفهم كويس، بيقعدوا ينظروا على مصطفى ويقعدوا يفهموه سياسة ويفهم منهم، لأنهم حتى لو كانوا أميين الوعي ملوش علاقة بالأمية. عندهم الفطرة بتاعتهم وتوارث الخبرات من الأجداد، يعني بيبقوا أكثر حتى حكمة من كبار المتعلمين اللي واخدين دكتوراه من معرفش منين ومنين. وبالتالي أنا مش قلقان على هذا الشعب ومش قلقان على سلمية هذه الثورة. قد يحدث بعض الدماء هنا أو هناك وقطرة دم واحدة، يعني كلنا لازم نبقى عارفين إنها مش غالية وبس، هي روح الوطن. يعني طبعا. نقطة الدم المصرية حتى كان سواء كانت سلفي أو الإخواني هي جزء من دمي أنا شخصيا ومن دم أي مصري. تمام. وبالتالي إحنا عايزين نقول إن الثورة دي هتنتصر بسلميتها. وأنا بقول أرجوكوا يا شباب، الشباب المتحمس في المحافظات تحديدا طبعا عنده حالة من الغضب، مسكون بطاقات الغضب، وهم بيستفزوهم جامد جدا جدا. يعني استفزاز غير طبيعي. الاشتباكات اللي حصلت الفترة فبيستفزوهم. أرجوكوا عشان خاطر مصر دي قدموا النموذج المتحضر الجميل. تمام. اعملوا نموذج غاندي برضو، نرجع لغاندي. ده جميل، ده كلام جميل. بس انا هستأذن حضرتك واروح لاحد السياسيين المصريين البارزين ويعني واحد من رموز الثورة المصرية، دكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. اهلا بك يا دكتور.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني النهارده بدايه ل 30 يونيو، ويعني زي ما بيقولوا يعني مقدمه ل 30 يونيو. شايفين ميدان التحرير يعني الحقيقه مليان بالمتظاهرين، ومش بس ميدان التحرير في العاصمه، ولكن ميادين الحريه ايضا محافظات اخرى تشهد مظاهرات، وكمان في مظاهره حاشده في ميدان او مسجد امام مسجد رابعه العدويه. تعليق حضرتك؟ وتشوفي انا النهارده مشيت في مسيره بعد صلاه الجمعه من الازهر للتحرير، والمسيره دي في عند باب الخلق اتقابلت مع المسيره اللي جايه من السيده زينب، وخدت حوالي ساعتين ونص لما وصلنا. الجو كان حر جدا، وطول السكه العدد بيزيد وحماس الناس بيزيد، ووصلنا للتحرير. بعد كده روحت من اقل من ساعه كده عشان استعد، لان احنا رايحين في مسيره ثانيه في امبابه الساعه 6 بعد الظهر ان شاء الله. فلازم المصريين كلهم، انا متاكد ان هم هيشاركوا وهينزلوا بمنتهى القوه باستمرار النهارده وبكره ويوم 30، ولازم مصر تخلص من الكابوس اللي هو فيها دلوقتي. طيب دكتور محمد، في المسيرة اللي حضرتك كنت فيها يعني الفئات العمرية، هل كان هناك عائلات مشاركة من حرائر مصر السيدات؟ يعني لو تصف لنا جو المسيرة. شوفي حضرتك، كان الشباب اقول 50%، و50% مش ناس كبار مختلفين، والستات نقول حوالي 20% من المسيرة. الناس كانت متحمسة حماس شديد جدا، والهتافات سخنة جدا، والمسيرة كانت ماشية ببطء شديد، لأن كل شوية يوقفوا وينزلوا الناس من العمارات ومن القهاوي يدخلوهم معاهم. فالمسيرة كان حماس شديد جدا جدا، بالرغم من الجو كان الحقيقة صعب جدا يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد أبو الغار، السياسي البارز رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. معنا كمان معنا دكتور عمار علي حسن، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والكاتب والمفكر أيضا. دكتور عمار، صباح أهلا بيك. اهلا استشان. المشهد قدامك في الشاشه، التحرير مقابل رابعه العدويه، والحقيقه محافظات مصر كلها مسيرات، ويعني ارحل الشعار وعلم مصر هو المرفوع في هذه المظاهرات. ماذا تقول اليوم بدايه ل 30 يونيو؟ لا، انا اعتقد ان اليوم ارادت القوى الثوريه او الطليعه الثوريه بمعنى ادق ألا تترك ساحة لميدان رابعة العدوية فقط، وأرادت أن تضاهيه بالعديد من الميادين والشوارع حتى تطمئن الناس إلى أن القوة في يد أولئك المطالبين برحيل الدكتور محمد مرسي، وليست في أنصاره الذين تجمعوا من كل مكان في مكان واحد، بينما خرج الناس في أماكن كثيرة في العديد من المحافظات مطالبين برحيله، وصنعوا ميادين موازية في كل مكان. وأعتقد أن هذا سيعطي أملا كبيرا للجمهور العريض الذي يراقب الآن ويستعد اليوم 30/6 أن هذا اليوم يجب أن يكون حاشدا بطوفان من البشر، حتى لا يكون هناك مجال للمقارنة، وحتى لا يكون هناك مجال للمماطلة والتسويف، ويجبر محمد مرسي على النزول على إرادة الشعب بفتح الباب أمام انتخابات رئاسية مبكرة. طيب، يعني حضرتك بتتوقع ومتفائل أنه من هنا حتى 30 يونيو المصريون سينزلون بكثافة؟ يعني توقعاتك ليوم 30 يونيو، واحنا شايفين المشهد في الحقيقة قدامنا النهاردة 28 قبل 30 يونيو، المشهد يعني الحقيقة مبشر. الذين نزلوا اليوم هم يعني لديهم هدف محدد، وهو تشجيع الناس على النزول، لفت الانتباه إلى أهمية هذا اليوم، عدم ترك الساحة لأنصار محمد مرسي فقط، لا سيما الساحة الإعلامية. يعني تخيلي لو أن الطليعة الثورية لم تنزل اليوم إلى الشوارع ولم نجد في الشاشات سوى ميدان رابعة العدوية، هذا كان سيرسل رسالة محبطة لجمهور الناس الذين يعولون في الحقيقة على يوم 30/6، وبالتالي لا مكان للمضاهاة. ما يحدث اليوم هو
بلغة كرة القدم هو مجرد ميران بسيط على 30 يوليو الذي أتوقع أن يشهد نزول ما يسمى بحزب الكنبة أو عموم الناس، أولئك الخائفين على الدولة المصرية، لأن الأمر لا يقف عند حدود خلاف سياسي ولا خلاف حول قضية الديمقراطية، إنما هناك خوف على الوطن كله أن يضيع. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار علي حسن، الباحث المتخصص في شؤون علم الاجتماع السياسي أيضا والمفكر الكبير. سيادة المستشار، القضاء الآن أنتم النهاردة في اجتماع للقضاء، وأعتقد أنه ما ورد في خطاب السيد الرئيس يعني أصاب السلطة القضائية في مقتل. يعني شعرنا أنه ردود أفعال كثيرة ظهرت في اليومين الماضيين. ماذا أنتم فاعلون قضائيا ومشاركة الشعب بقى في المظاهرات؟ أنا أعتقد أن الشعب كله مستاء من هذا الخطاب اللي امتلأ بالسباب وبالقصف، ليس فقط للقضاء، برغم ان احنا نالنا ما نال بطريقه او باخرى، ولابد نسال لماذا هذا الغضب. ودي تركيبه تقليديه، لانه في خطابه مرسي يقول كثيرا انه يحترم القضاء ويحترم القضاة ويحترم القانون ويحترم الدستور، ولكن في نفس الخطاب في نفس الجمله الواحده يتحدث مرات ومرات عن احكام البراءه، ولشد ما يضايقه ويقلقه ان احنا ما بنحكمش بناء على اختياراتهم ولا طلباتهم ولا اهوائهم ولا يستطيعوا الوصول الينا. خليني انا اقول، وانا يعني في جلستي هذه محاطا باثنين كبار كلا في مجاله، يعني اذا كان الاستاذ مصطفى يتحدث عن قطاع فلاحين هذا الوطن وعماله ومزارعيه، الناس دي اللي كتير كانوا بيحاولوا يهمشوهم وله دور ما يقدرش حد يزايد عليه ولا يتكلم فيه، لانه كان وما زال، واعتقد باذن الله سيظل خالد يوسف بطريقه او باخرى. وحدش يحرمني كمواطن ان انا اكون بتفرج على الفن وانا استطيع ان ارصد ان هذا الرجل وضع يده في شق الدبابير منذ زمن طويل، عشان ما حدش بس يتكلم على الفكره القميئه بتاعت الفلول. النظام اللي فات كان نظام سيء والكل كان بيشتكي منه، بس هو لما يجي لنا نظام اسوأ الناس مفروض ان هي تسكت. ليه؟ على اساس ان احنا نقارن ما بين يعني سيء وحسن، احنا نقارن ما بين سيء واسوأ. يعني النظام الماضي، اقول لحضرتك على حاجه، الفريق احمد شفيقي خرج امبارح اول امس وقال انا ماليش علاقه بتمرد، انا لما وقعت تمرد الناس هاجموني. يعني ليه دائما وابدا كل ما يبقى فيه معارضه يتم نعتها بالكفر او بالفلول؟ استاذ جيهان، يعني ما دمنا بنتكلم على السينما خليني افتكر كلمات للرائع حسن البارودي لما كان يقول لشكري سرحان في فيلم الزوجه الثانيه طلق دي مراتي يقول العمده اللي هيتجوزها واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، حق يراد به باطل. خلط الكروت ومحاوله اسرال رسائل لهذا الفصيل اللي مش احنا مش هنطلق بقى يا باشا. اقسم بالله العظيم ما في مصر هيطلق مصر. هو ده الحديث. هم اللي طالق بالثلاثه منها، اللي مش ولادها مش ولاد بطنها. في شباب على الفيسبوك بيقول لك مصر طالبه الطلاق. يعني خليني اقول ما بين عضو يميني ويساري في جلستي هذه، ما بين حديثا يعني استاذ خالد في الشمال وفي يساري وهو يداول اليمين ويقول انا اختلف مع الاستاذ مصطفى، والاستاذ مصطفى سمح له بمساحه الخلاف. وده الفرق، ان ممكن يختلفوا بس ما شفتش حد فاهم شتم الثاني لا في شخصه ولا جاب سيره والدته ولا والده ولا طلع له سكينه من جنبه ولا هنطحنكم ولا ربيهم يا ريس ادبهم يا ريس او غيره. ولكن الرجل راى ان في منهجه ان يخاطب الفلاحين وهؤلاء القاعده العريضه التي ترفع الهرم، وهذا الرجل الذي يتحدث عن قمة هذا العرم المثقفين وغيره، وبين هذا وذاك ليست هناك قمة بدون قاعدة، وليست هناك قاعدة إلا وصنعت قمة. الخبر ده مهم جدا زملائنا في الحياة. القبض على 2 من جماعة الإخوان من قبل المتظاهرين بحوزتهم رشاش آلي. يعني موضوع الرشاش الآلي ده موجود، ده مسكوا اتوبيس في القليوبية مليان سلاح من الإخوان كان متجه لربع العدوية. ده لسه خبر برضه. طيب خلينا بس ناخد بعض المشاهد الحية من ميدان التحرير ومن ربع العدوية ونرجع لحضراتكم، بس نسمع كده الهتافات اللي بتتقال في أمام المسجد أو في ميدان التحرير ونرجع لحضراتكم تاني.
لن ندعو على أحد ولن نسب أحد على هذه المنصة، وهذا هو الاتجاه، ونرجو الجميع على الالتزام بذلك. لكل معركة خلص تكبير تكبير تكبير. معلومة، هو الأستاذ محمد خلص والله. لكل معركة ميدان ولكل ميدان. مشاهد حية مشاهدينا الكرام بالصوت والصورة من أمام مسجد رابعة العدوية وأيضا من ميدان التحرير. تتعالى الهتافات، كل ينادي على ليلاه كما يقولون، ولكن احنا طبعا مازال بشرفنا في الاستوديو ضيوفنا الكرام المخرج السينمائي المعروف أستاذ خالد يوسف. حكاية المعروف دي يعني ايه معروف؟ المخرج السينمائي وخلاص. المعروف ايه؟ الناس كلها عارفاه. لو الناس عارفاني يبقى عارفاني من غير ما تقولي معروف. لو مش عارفاني اعمل معروف، يضيف لكلمة المعروف. ايوه طيب بلاش المعروف. طيب دكتور مستشار ايمن فؤاد رئيس محكمه استئناف وعضو لجنه الدفاع عن قضاة مصر، مره ثانيه بنرحب بيك. والبرلماني السابق طبعا واللي دايما بيجي لنا بالجلابيه الشهيره استاذ مصطفى الجندي نائب رئيس الجلابيه دي اصلا بتطلع ليها واتا. ايه بقى؟ دي طلعت لما اسرائيل ضربت لبنان ورحت اعتصمت وياي اطنان الرز وقلنا كوب رز البلد الارز، ورحت اعتصمت في البرلمان اللبناني لمده اسبوع. الجلابيه دي طلعت لما حماس حاولت تهد النصب التذكاري المصري في خان يونس، ولما رحنا هناك وقلنا لهم لا ده مش نصب واذلام، لا هي خليجيه ولا هي ده شاهد وشهيد. الجلابيه دي طلعت لما رحت للبشير لما اتحكم عليه من اوكومبو وتو ما شافها جري ويف جنبيها لان عارف ان دي مصر. الجلابيه دي طلعت لما رحت اول مره لاوغندا وقلت الرئيس اوغندا بعد الثوره المصريه الجلابيه دي بتطلع يا اما عشان تبني سد يا اما عشان تحارب وانت هتلمس ميه مصر. قال لي لا نبني السد ونتعاون. الجلابيه دي بتطلع لما نكون عايزين نتلم حوالين طبليه البلد. الجلابيه دي هي ابويا وعمي وخالي وخالتي وبلدي. الجلابيه دي مش وهابي، الجلابيه دي مش افغاني مصري، الجلابيه دي مش باكستاني، الجلابيه دي مش مغربي، الجلابيه دي بلدي مصري ما بيبانش فيها جرجس من محمد. الجلابيه دي ما بيبانش فيها جرجس من محمد، الجلابيه دي بتلم ورخر واسعه. طيب أنا عايزة تعليقات أخيرة من حضراتكم لأنه فقرتي على وشك أن تنتهي، وهنستقبل زميلتنا بعد الفاصل مع ضيوفها الكرام. تعليق أخير من سيادة المستشار. خليني أقول تعليق أخير. قضاة مصر بما أن نحن لا نعمل في السياسة وغير شغوفين باللي اشتغل بيها، ولكننا بما أننا قطاع من قطاعات هذا الوطن مهمومين بآلامه ونحملها على أكتافنا، لأن القاضي لا ينعزل عن وطنه وأهله منهم وإليهم. إحنا مش مجرد آلات على المنصة، ولذلك ولا سيما أن احنا بصفة مباشرة صرنا مستهدفين. وفكرة العدالة إذا استهدفت بكرة هيساق كل من يساقوا، ومنهم الإعلاميين اللي بيتساقوا كتير وبيسوقهم إنهم نخلى سبيلهم أو بياخدوا براءات، لأن مفيش اتهامات، هو مجرد اتهامات علشان مش عايزين ينكشفوا فضائحهم. ربنا يستر يا سيادة المستشار. ودافعوا عننا بقى، ما في 22 لا نستطيع أن ندافع مذيع عنكم. واعلامي فيكم سرا لا نذهب لهذا الاتجاه أو ذاك. علينا إن فقدنا حيادنا أو كونا وجهة نظر، حتى لو كنا عندنا في داخلنا وفي عقولنا شيء، الورق هو اللي بيحكم، والعقل والمنطق والقانون والعدالة قبلهم وبعدهم. خليني كمان اقول لحضرتك ان قضاة مصر نحن ما زلنا مستمرين، لجنة الدفاع مستمرين في اعتصامهم في نادي القضاء، ووقفتنا في نادي القضاء اليوم ومن قبل احنا بقالنا عدة اسابيع معتصمين في هذا. اما اذا كان بعض السادة رجال النيابة او وكلاء النيابة او القضاء يريدوا ان يشاركوا في هذا، لن نستطيع ان نحرم احد من حقه كمواطن قبل ان يكون قاضيا، ولكنه بصفة شخصية وليس بصفة مؤسسية. وحديث اخير لابد ان اوجهه، انه نحن لا نقلق من شيء ولا نخاف من شيء، لان بعد كميه هذا الشباب والشتيمه انا ازعم ولعلي في زعم مصيب ان كل واحد بيعبر عن خلفيته، هل ينفع يكون رئيسا ولا ما ينفعش، يستمر ولا ما يستمرش. وعايز اقول في وسط هذا التمثيل والاداء كرئيس، انا ما اقدرش اقول غير كلمه بسيطه بشوفها في اعلام بيعجبني، اللي هو عاوز تشتغل شغلتك البنك الفلاني هيمولك. نعم. دي مش شغلتك. لا دي مش شغلتك. حد يمولك. لا نحن لا نخفض الراس من هول القيامه. بالتاكيد ارفع راسك فوق انت مصري. بالانحناء راس النعامه
لم تنجو بالانحناء رأس النعامة، لن نخفض الرؤوس خوفا على شيء إذا كان ليس من الموت بد فمن العار، من العار أن نموت جبناء. شكرا أستاذ خالد. هي 3 كلمات. الكلمة الأولى للقضاة، أنا بناشدهم إن هم يلبسوا أوشحتهم يوم الحد ويتقدموا صفوف الشعب المصري في ميدان التحرير على الأقل، مش لازم يروحوا الاتحادية، بس أنا بناشد قضاة مصر الشرفاء على الأقل يبقى فيه 3000 5000 قاضي بالأوشحة. هذه رسالة شديدة الأهمية أن هؤلاء القضاة حماة العدالة في مصر يظهروا في مشهد يتصدر للعالم كله أن حماة العدالة في مصر بينضموا لجموع الشعب المصري في مطالبته بإسقاط نظام انتهك العدالة ووضع القانون تحت يعني حماة العدالة يفتقدونها طبعا. تمام. دي رسالة ده رسالة مهمة جدا. أما العنف، أنا بقول بتمنى من كل شاب ما يتعصبش، بتمنى من كل شاب يضبط نفسه على قد ما يقدر. عايزين نحافظ على سلمية هذه المظاهرات، واللي بيقول انه مش هيمشوا غير بعنف ودم وبعدين الجيش ينزل، انا بقول له لا، هيمشوا من غير عنف ومن غير دم. المشهد الدال بتاع يوم الحد بإذن الله، واللي هيستمر يومين 3، يومين بس على الأقل، يومين 3 تبقى ملايين المصريين تعبر عن إرادة الشعب المصري في رحيلهم، هيمشوا. ولدينا آليات هيمشوا بيها. حركة تمرد والقوى السياسية عندها خريطة محددة لكيف يرحل هذا النظام. ما تقلقش يا شعب مصر من فكرة أنه مش هيمشوا غير بالدم، لا، هيمشوا من غير الدم. وأرجوكوا حافظوا على حضارة الشعب المصري اللي هي في مكنوناتها الأساسية الطيبة فيها والتسامح وعدم اللجوء للعنف. أما اللي عايز أقول لهم، لو حصل حتى عنف، لا قدر الله، لا قدر الله ولا أتمناه، عايز أقول للناس إنه يقودوه على قد ما يقدروا، لأن الشعب المصري حريف، عنده تجليات كده في تقويض العنف. لما بتحصل فتنة طائفية تبص تلاقي الشعب بيعمل حاجة كده فيها سحر يخلي الدنيا تسكت على طول. الموضوع يدوب. الموضوع يدوب على طول. وبقول للناس اللي بيقولوا احنا خايفين من العنف ومش هننزل عشان العنف، انا بقول لهم انتوا بالذات هتكونوا، لو مصر دي انهزمت، لو شعب مصر ده انهزم وانسحق ودانت لهم البلاد والعباد، هتكونوا اول اللي بيعلقوكوا على المشانق. لان الشعب المصري ده لما استسلم لنظام مبارك 30 سنة، إلا من استثناءات قليلة القوى الحية اللي كانت في المجتمع اللي بتقاومه، في النهاية حسني مبارك ما كانش دموي، ما كانش سفاح. هذه الجماعة عصابة اتربت على الإجرام واتربت على الإرهاب، والأدبيات بتاعتهم فيها العنف والدم، وبالتالي هيسحقوا الشعب المصري، يعني هيسحقوه سحقا. ولن يأمن مواطن في مصر إذا استمر هذا النظام، وكمان استمر بهزيمة الشعب المصري. يبقى بعد كده هيتجبر، ولا كلمة بقى. هيتجبر. فعشان كده أنا بقول إذا كنا اللي بيقولوا خايفين، أنا بقول لهم حتى لو كنتوا خايفين انزلوا، لأنكم إذا ما متوش النهاردة هتموتوا بكرة، وبأكثر درجة من درجات الإذلال كمان هتموت. أشكرك جزيلا. أخيرا جملة أخيرة سريعة من الأستاذ مصطفى الجندي. أنا كلمتي بسيطة، بقول إن يمكن الفلاحين ما شاركوش في ثورة 25 بما فيه الكفاية، ولكن إن شاء الرحمن الثورة دي ثورتنا، لأن احنا ناس وأكتر ناس اتضرت من كل الأنظمة بعد عبد الناصر. دي 1. 2، أنا بقول للشباب السلمية أقوى من الذرية، وهو المسؤول لأنه هو في السلطة، خليه هو يبوء بذنبه. بقول للعمال وعمال مصر في كل مكان، انتوا اللي علمتونا الثورة، وانتوا اللي علمتونا العزة بالمفتاح وبالمكنة وبالآلة. مصر اتكتب في القرآن ان فيها خزائن الارض يا اسطى، واللسطى اللي قاعد عليها بيستلف من بره، يعني صنايعي مش عارف يدور المكنة. اللي يحكم مصر يسلف ويأكل ويطعم، ما يستلفش. بقول لجيش مصر العظيم خير الأجناد، انت دعيت مرتين يا سيادة الفريق السيسي للقوى الوطنية تيجي تقعد معاك، مرة أيام الخلاف الأولاني، ومرة في كلمتك الأخيرة لما أمهلتهم أسبوع. في المرتين كل القوى المعارضة قبلت إن هي تيجي، والإخوان ما قبلوش إن أنت تكون الداعي. أنت كفيل لهذه الأمة بأمر رباني، ليس أنت كشخص، ولكن المؤسسة العسكرية الوطنية اللي هي كانت أساس بناء الدولة المصرية، لما وحد مينا القطرين طبعا، ولما محمد علي في الفترة الحديثة أنشأ جيش مصر. دور الشرطة
دور الشرطه مهم جدا. فرصتكم ده اليوم اللي ليكم ان انتوا ترجعوا تاني في حضن مصر بملحمه كبيره طبعاً. في حمايه الشعب المصري. واخيرا بقول يا رب، انت لما حبيت تتجلى على الارض اتجليت عندنا. يا رب الانبياء مشيوا في الارض دي ودعوا لها، احفظها باهلها واحفظها بعقل اهلها، لان اليومين الجايين احنا محتاجين القلوب ومحتاجين طبعاً. العقول. وتوحد يا مصري ضد منظمه دوليه. طيب انا ضد بشكرك. منظمه دوليه احتلت بلدنا وعايزه تفرقنا. اتوحد يا شعب، ان شاء الرحمن ربنا هيكرمنا وبكره هيبقى خير، والخمس فدادين بعون الله يجوك، وخير الثوره هيجيك لما الثوار يحكموا. لان لو عبد الناصر ما كانش حكم بعد نجاح ثورته وسابها للبشوات، ما كانتش البشوات وزعوا عليكم الخمس فدادين. انا لازم خير الثوره يجي مع الثوار يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا البرلماني السابق والقيادي في جبهة الإنقاذ والمعتصم من امبارح في ميدان التحرير. وخلي بالكم 30 موجوده، انزلوا من دلوقتي ومن بكره ومن بعده. طيب استاذ مصطفى الجندي بشكرك شكرا جزيلا. مستشار دكتور ايمن فؤاد الرئيس بمحكمه استئناف وعضو لجنه الدفاع عن قضاه مصر بشكرك شكرا جزيلا. المبدع والمخرج السينمائي الاستاذ خالد يوسف بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. واعزائي المشاهدين هذا الجزء من التغطيه الخاص بي واللي شرفت بتقديمه مع نخبه من ضيوفنا الكرام انتهى حتى الان، ولكن دريم مستمره مع حضراتكم. ستتسلم مني التغطية الزميلة العزيزة رشا نبيل ومعها نخبة أخرى من ضيوفها الكرام وشبكة مراسلين في كل محافظات الجمهورية. بس نصيحة صغيرة، ويمكن اعتبروني مواطنة بسيطة مش إعلامية دلوقتي، بقول لكم انبذوا العنف، ابعدوا عن العنف. حتى لو حد جرك للعنف خليك انت سلمي. وأرجوكم بلاش هتافات لا ضد الجيش ولا ضد الداخلية ولا ضد أي حد. خليك تحت راية مصر متوحدين، خلينا ايد واحدة، خليك تحت هدفك. بجد بجد مصر في أزمة، ومصر محتاجة كل واحد فينا يعرف هدفه ايه ويعرف هو رايح فين، ويعرف انه المصري في النهاية هيبقى هو والمصري التاني اللي مختلف معاه سياسيا هيعيشوا مع بعض في هذه البلد. فعلشان نعرف نعيش مع بعض لازم ما يبقاش في دم ما بيننا، لأن الحكام بيروحوا والحكومات بتروح وبيفضل الشعب المصري. إخواني ولا سلفي ولا ليبرالي ولا يساري ولا قومي ولا أي شيء في الدنيا، في الآخر أنت مصري. ارفع راسك فوق، أنت مصري.